تابع تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. تغطيه رياضيه جديده مقدمه من تلفزيون اليوم السابع. لسه لازال ميركاتو الاهلي والزمالك مشتعل بشكل كبير. الاهلي والزمالك دلوقتي منحصر تفكيرهم على قصه المهاجم الاجنبي. الاهلي عايز يتعاقد مع مهاجم اجنبي في ظل طبعا تصريحات كولر اللي اكد فيها ان هو شايف ان هو ما عندوش ولا مهاجم، رغم وجود طبعا الثلاثي محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن قبل ما ينتقل طبعا لسموحه على سبيل الاعاره. اداره النادي الاهلي بتحاول جاهده ان هي تلبي طلبات كولر، خاصه ان هو عنده اكتر من بطوله واكتر من معترك مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، اهمهم طبعا كاس العالم للانديه، وكمان مباراه الزمالك في القمه اللي هيكون ليها دور كبير جدا جدا في تحديد بطل الدوري العام السنه دي، في ظل طبعا تقدم الاهلي. ولكن الزمالك اكيد حابب ان هو يفوز بالمباراه عشان يرجع تاني مع الاهلي في النقاط، ويبتدي المنافسه بقى تاخد شكل مختلف خالص خلال الفتره اللي جايه. اداره الاهلي بتكثف جهودها بشكل كبير، كلام كتير بقى عن لعيبه كتير جدا جدا من مختلف انحاء العالم، اخرهم طبعا موليكا اللي شفنا امبارح كلام كتير جدا عليه، وهنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم عن مفاوضاته بالتفصيل. على الجانب الاخر الزمالك بقى ممكن يكون ابتدى يبص للموضوع بشكل مختلف بعد ما جاب سامسون، والراجل ما ظهرش بافضل شكل. الزمالك ادارته بقت متحفظه بشكل كبير في قصه ان هي تجيب مهاجم اجنبي مش متجرب. فجه تفكير ابتدى في داخل نادي الزمالك دلوقتي ان التعاقد مع المهاجم يكون من داخل الدوري المصري. خلينا في المتجرب، خلينا في اللعيب اللي اتشاف وتالق، وبالتالي الموضوع مش هيبقى فيه ريسك. عشان كده فكر اداره نادي الزمالك توجه لجون ايبوكا نجم نادي سيراميكا، واللي جاله طبعا في اول الموسم من نادي انبي. عشان كده دلوقتي الكلام عن موليكا في الاهلي وايبوكا في الزمالك. طبعا موليكا في الاهلي الكلام من ساعه ما طلع وهو كلام ممكن يكون مش مقنع شويه لاكثر من سبب. اول سبب والسبب الرئيسي سعره. النهارده احنا بنتكلم عن موليكا، القيمه التسويقيه بتاعته على ترانسفير ماركت بدون ما نتكلم خالص، احنا بنتكلم في حوالي 6 مليون يورو. 6 مليون يورو ده طبعا رقم كبير جدا جدا. حتى النهارده لو على سبيل الاعاره، زي ما البعض بيردد ان ممكن الاهلي يضمه على سبيل الاعاره، لما يكون لعيب قيمته التسويقيه 6 مليون يورو، لو هتستعيره بكام؟ ولو الاهلي مش هيحط بند الشراء في نهايه العقد، اذا كده هتبقى طبعا صفقه فاشله بكل المقاييس، لان انت اكيد مش هتجيب لعيب 6 شهور يشيلك 6 شهور وبعد كده يرجع تاني النادي، انت كده بتجهزه النادي بس مش اكتر. المشكله كمان بقى عند موليكا حاجه تانية اهم، ان هو اساسا لعيب مش محتاج يتجهز، هو لعيب اساسي في فريقه في بشكتاش التركي، ماشي بشكل كويس جدا. لعب السنه دي 16 مباراه، لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي موليكا لعب 16 مباراه، قدر يحرز 5 اهداف وعمل اسيست واحد. تصريحات المدير الرياضي في نادي بشكتاش بعد طبعا الكلام كتير عن مفاوضات الاهلي وعن ان الاهلي اقترب من ضم موليكا، طلع الراجل واكد وقال اهتمام الاهلي بموليكا ده اهتمام قديم جدا، حتى من قبل ما يجي بشكتاش، ولكن احنا كنادي بشكتاش رافضين تماما فكره بيع موليكا، لان هو واحد من اهم عناصر الفريق، لعيب بالنسبه لنا لعيب صغير، لعيب برومسنج 23 سنه، احنا بنامل ان احنا نبيعه بارقام كبيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. ايه اللي يخلينا نعيره؟ احنا مش محتاجين ان احنا نجهزه او اي حاجه، ولا لعيب اساسي، واحنا مش هنبص لاي حاجه في قصه اعارته. برضو بالضغط بقى على مسؤولين بشكتاش، طب انتوا النهارده لو بتفكروا تبيعوا موليكا دلوقتي ممكن يكون الكام الرقم؟ اكدوا ان الرقم مش هيقل عن 8 مليون يورو. 8 مليون يورو طبعا ده رقم كبير جدا وخارج خالص النطاق المادي للنادي الاهلي. النادي الاهلي لو بيتكلم دلوقتي في لعيب في ظل طبعا ازمه الدولار دلوقتي، احنا بنتكلم في مليون 500، 2 مليون، ده هيبقى رقم كبير، زي ما كان حصل مثلا في يعقوبو. الاهلي كان هيضم يعقوبه ب 2 مليون و500 الف دولار، وده كان رقم كبير جدا جدا بالنسبه لاداره النادي الاهلي، او ده زي ما بنقوله كده الحد الاقصى اللي ممكن الاهلي يدفعه في المهاجم الاجنبي. وخلينا برضو نفتكر ان الاهلي ما كانش هيدفع الفلوس كاش، الاهلي كان هيدفع الفلوس على 3 اقساط، قسط دلوقتي وقسطين بعد كده على مدار سنه ونص. انت تقريبا هتكون دفعت جزء صغير جدا من ال 2 مليون، ممكن تكون دفعت مليون دلوقتي والباقي هتدفعه على مدار سنه ونص. فده اللي كان مقرب يعقوبه، ولكن طبعا زي ما كلنا عارفين ان قصه الكشف الطبي بعدته تماما عن النادي الاهلي، والاهلي رفض فكره شرائه خلال الفتره اللي جايه. نرجع تاني لموليكا، هل موليكا داخل حسابات الاهلي؟ انا بقول لكم بشكل صريح مفيش موليكا نهائي، والاهلي موليكا ممكن يكون في كلام مع وكيله، في جس نبض من بعيد، وده على مدار 3 4 سنين فاتوا، ده مش كلام جديد، ولكن قصه ان الاهلي يضم موليكا في الوقت الحالي دي فكره مستبعده بنسبه 100%. طيب السؤال دلوقتي مين بديل موليكا؟ سالنا مسؤولين النادي الاهلي هل انتوا النهارده بعد فشل صفقه يعقوبو وصعوبه التعاقد مع موليكا، هل انتوا عندكم سيناريو واضح لفكره التعاقد مع المهاجم الاجنبي؟ اكدوا ان هم فعلا عندهم
يعني لعيب واثنين كمان لسه كولر بيفاوض ما بينهم، وهم دول الاثنين لعيبه اللي كان كولر اساسا بيختار ما بينهم المهاجم مع يعقوبو، وهو في الاخر اختار يعقوبو. فبالتالي النادي الاهلي رجع تاني لدفاتره القديمه وبص على الاثنين مهاجمين اللي هم المفروض كانوا في القائمه القصيره للتعاقد مع المهاجم الاجنبي مع يعقوبو، والمفروض دلوقتي احنا في مرحله الاختيار. وعلى كلام اداره النادي الاهلي ان تقريبا الاتفاق تم مع الناديين بتوع اللعيبه الاجانب دول، هم اثنين لعيبه افارقه بيلعبوا في اوروبا، ويبقى بس اختيار كولر النهائي عشان يتم تفعيل الصفقه وشراء اللعيب بشكل نهائي. واداره النادي الاهلي برضو شايفه ان يعني ما فيش اي حاجه تستدعي الاستعجال، لسه الفريق عنده كاس عالم للانديه لسه قدامه شويه، لسه فتره الانتقالات يعني قدامنا لسه اقل حوالي 15 يوم، فبالتالي مفيش اي حاجه تستدعي الاستعجال، خاصه ممكن الاستعجال ده يخليك تجيب اختيار مش هو افضل حاجه. ده بالنسبه لموليكا وقصه موليكا وقصه المهاجم الاجنبي اللي هو اكيد الشغل الشاغل داخل النادي الاهلي. نروح بقى لموضوع تاني برضو نفس الموضوع تقريبا بس في القطب الثاني للكره المصريه، نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما قلنا يعني خايف من قصه ان هو يروح يجيب لعيب اجنبي مش متجرب حتى لو لعيب ليه ارقام كويسه، ولكن فكره اللعب في الدوري المصري مختلفه. انا النهارده لما اجيب لعيب متجرب في الدوري المصري، تالق في الدوري المصري، قدر يحرز اهداف على مدار سنه وعلى مدار سنتين، ممكن يكون هو ده الافضل. ده بالنسبه لوجهه نظر او تفكير اداره نادي الزمالك. عشان كده اداره نادي الزمالك لما جت فكرت في الصفقات فكرت في افضل اللعيبه الاجانب اللي موجودين في الدوري المصري. اعتقد ان مفيش افضل من جون ايبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا، واللي انتقل لسيراميكا برقم كبير جدا مع بدايه الموسم تخطى ال 30 مليون جنيه، فبالتالي وبرضه هو ماشي مع سيراميكا بشكل كويس. فبالتالي اداره الزمالك يعني قالت ان احنا ممكن يكون جون ايبوكا هو الخيار الامثل. ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده في اكتر من تغطيه ان الزمالك عنده مشكله شويه في السيوله الماديه، ولكن كان في تفكير ذكي من اداره نادي الزمالك ونجاح برضه لاداره نادي الزمالك ان هي بصت على اللعيبه اللي ما بتلعبش، وان احنا ممكن نسوق احد هؤلاء اللاعبين وبالتالي نقدر نشتري مهاجم يقدر يصنع الفارق مع الفريق. مين اللعيب اللي ما كانش بيشارك ولعيب اداره نادي الزمالك قدرت تسوقه؟ هو يوسف اوباما. يوسف اوباما طبعا كابتن نادي الزمالك واحد اهم لاعبي نادي الزمالك، ولكن هو خلال الفترات اللي فاتت ما كانش بيشارك بشكل مستمر وكان خارج حسابات فيريرا بشكل تام. اداره نادي الزمالك نجحت ان هي تجيب عرض او يعني زي ما بيقولوا كده تسوق اوباما، وفعلا جاله عرض من نادي الحزم السعودي مقابل 700 الف دولار على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. وده رقم من وجهه نظري رقم كبير جدا، ان انت تقدر تعير لعيب عندك تقريبا ما بيلعبش بقاله سنتين، يعني مش لعيب اساسي عندك حتى، تعيره ب 700 الف دولار لمده 6 شهور. ده رقم كبير. ده ما يعني ان الزمالك قدر يوفر ما يقارب ال 22 او 23 مليون جنيه. ايه المطلوب في صفقه يعني ايه اللي مطلوب في صفقه ايبوكا دلوقتي؟ سيراميكا بيتكلم في لعيبه وفلوس، ولكن اللعيبه الموضوع صعب شويه. هم مثلا على سبيل المثال عايزين حمزه علاء اللي هو المعار لسموحه، فهم بيطالبوا نادي الزمالك ان هم يقطعوا اعاره حمزه علاء وياخدوه من ضمن الصفقه، ولكن ده طبعا امر هيكون مستبعد وصعب جدا. فبالتالي اخر كلام بين الطرفين ان ممكن يكون الموضوع مادي فقط، ان نادي الزمالك يدفع فلوس بس ويشتري ايبوكا. صفقه من المفترض ان هي تكلف نادي الزمالك حوالي 30 مليون جنيه او ما يقارب يعني مليون دولار. يعني نادي سيراميكا عايز يبيع جون ايبوكا لنادي الزمالك مقابل مليون دولار ما يعادل 30 مليون جنيه. زي ما قلت لكم نادي الزمالك نجح ان هو يعير يوسف اوباما للحزم مقابل 700 الف دولار، يعني ما يعادل 22 مليون جنيه. يعني الموضوع كله هيبقى اضافي، او الزمالك هيضيف على الرقم بتاع اعاره يوسف اوباما حوالي 7 مليون جنيه. فبالتالي هتكون الصفقه تمام يعني تمت بشكل كويس في ظل الازمه الماديه اللي بيعاني منها نادي الزمالك. دي كانت الصوره بشكل كامل في قصه موليكا في النادي الاهلي او قصه جون ايبوكا في نادي الزمالك، ولكن لازال القطبين يعني في صراع مع الزمن للتعاقد مع اثنين مهاجمين على اعلى مستوى يقدروا يساعدوهم خلال الفتره اللي جايه. الاهلي عارف ان الفتره اللي جايه هتكون صعبه جدا في كاس العالم للانديه في بطوله الدوري، والزمالك كمان في افريقيا يعني حابب طبعا ان هو يستعيد بطوله افريقيا وفي نفس الوقت يعني يكمل مسيرته في بطوله الدوري العام وياخد البطوله للسنه الثالثه على التوالي، وده طبعا هيكون انجاز كبير. عشان كده الفرقتين شايفين ان قصه المهاجم الاجنبي هي يعني مربط الفرس في الموضوع، واللي هيتعاقد مع مهاجم جيد خلال الفتره اللي جايه هو اللي هيكون ليه السبق خلال الفتره اللي جايه. خليكم دايما معانا في تلفزيون اليوم السابع وتغطيات رياضيه جديده.